جه بقى على الخريطه دورنا ان احنا نروح الهوت سبرينجز، ودي بتبقى اماكن طبيعيه فيها ميه سخنه لوحدها كده، وده كان دورها في الخطه بتاعتنا. سوقنا حوالي 3 ساعات من جبل كوتا كينافالو عشان نوصل للهوت سبرينجز، بس لما وصلنا اتضايقنا جدا جدا جدا. اولا بسبب الزحمه الرهيبه اللي كانت هناك، ثانيا لان المكان عباره عن حمامات وحاطين الميه السخنه جوه الحمامات دي في حاجات كده زي البانيو. هي نفس الميه اللي احنا رايحين عشانها وهي ميه طبيعيه، بس كان املنا نعيش التجربه كامله بصراحه. فقلنا بقى نستكشف المكان شويه، لقينا ان بعده بتاع ساعه مشي في شلالات حلوه قوي وفيها بقى سمك من اللي هو بياكل صوابع الرجلين. فقررنا نبات في المكان ده الليله دي. ومن المكان ده بقى سوقنا حوالي 3 ساعات لسانداكان، ودي تاني اكبر مدينه في ولايه صباح. سانداكان دي مدينه من الناحيه التانيه من الجزيره، مش مبهره قوي بس فيها جزء تاريخي حلو قوي، لان هي كانت مستعمره يابانيه، وسنه 1945 اتخلصت من الاستعمار ده بايد سكانها الاصليين بقياده واحد اسمه سانداكان، فسموا المدينه على اسمه. المدينه بقى فيها مواني مهمه جدا واثار تاريخيه ومزارات سياحيه، يعني يوم كده فيها هيكون لذيذ جدا. بعدها بساعه واحده سواقه من سانداكان وصلنا لنهر كيناباتانجان، وده من اجمل الاماكن اللي رحناها في صباح. خدنا فيها مركب مشيت شويه بينا في النهر وشفنا بقى افيال وحبه حيوانات تانية. المنطقه دي اصلا اعتبروها محميه طبيعيه بريه سنه 97، وهي من الغابات النادره اللي لسه موجوده في صباح. فيها حيوان اسمه الاورانج اوتان، وده لما تقابلوه هتحسوا فعلا ان هو راجل عجوز قاعد قصادكم، هو فعلا شبه انسان الغابه. وفي وحيد القرن، وفي افيال طبيعيه وايلد اليفنتس، وفي كائنات من اللي بتعيش في المستنقعات. خلصنا ده ونزلنا تحت وسوقنا حوالي ساعتين تانيين عشان دانون فالي، وده مكان حلو جدا يعتبر من اهم المناطق في بورنيو كلها. رحنا بالعربيه ودخلنا جوه حوالي ساعتين، وبعد كده اكتشفنا ان عربيتنا ملهاش تصريح عشان نخش المحميه الطبيعيه دي. طبعا مارسنا كل حيل المصريين الشريفه عشان نخش، الراجل رفض. بس قعدنا بقى ساعه نحاول نتحايل عليه وبرضه رفض، فرجعنا تاني. وبعديها رحنا مدينه تانية اسمها سيبادان ايلاند، قعدنا هناك يومين في حته حلوه جدا، وقابلنا غجر البحر اللي هم السي جيبسيز، ودول عملنا لهم فيديو لوحدهم لان الكلام عنهم هيكون طويل. واحنا بقى راجعين من سيبادان ايلاند قابلنا الاستاكوزا. لقينا واحد من غجر البحر دول بيبيع استاكوزا في ازايز، كنت فاكرها غاليه، لقيته بيقول انها ب 100 جنيه بس انا ممكن اجيب 5 استاكوزا كبار جدا، فجبنا طبعا. قلقت شويه بس عشان كنت هرجع سفر 12 ساعه، بس لما سالته هي هتموت في الطريق قال لي لا، وفعلا اشترينا منه 5 استاكوزا كبار وحطيناهم في العربيه، والاستاكوزا فضلت صاحيه معانا 12 ساعه لحد ما رجعنا تاني، واحنا كمان فضلنا صاحيين لحد ما طبخناهم. وخلصت رحلتنا باكله استاكوزا ما حصلتش، واتبسطنا جدا بالتجربه. لو حد عايز يجرب وعنده اي سؤال يكتبه في الكومنت واحنا هنجاوبه، ولو رحت اصلا وعندك تجربه مختلفه شاركها معانا وخلينا نعرفها. هزها وسافروا لبورنيو، ما تكسلوش، لسه في اماكن كتير في الليسته، مستنيين ايه؟